السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صبحتكم ومسيتكم بالنور النبي ومرحبا بكم على قناتي مطبخ الإلهام. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية إن شاء الله. وصفتي اليوم هي كعب غزال، كيجي رائع وسهل ومقرمش من برا وطري من الداخل. كنتمنى ومعلك كنتمنى تجربوه. نبداو بمفتاح الأعمال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نبداو بالمقادير ديال العجينة وفي نفس الوقت الطريقة. عندي بالنسبة للعجينة عندي 375 غرام ديال الدقيق، عندي لافاني واحد الخماره لافاني، عندي واحد صفار بيضاء، ربع كاس ديال الزيت، وعندي 60 غرام ديال الزبده في حراره المطبخ، عندي 50 غرام ديال المربى المشماش والماء الزهر باش غنجمع العجينه ديالي. في الاول غنضيف داك لافاني والزبده لينه والزيت، وكنرمل كلشي طبعا وشويه المليحه. كنرمل كلشي مزيان حتى يدخل ليا الدقيق فيه داك ليدام ديال الزيت والزبده على هذا الشكل. ومن بعد عاد كنضيف داك المربى وداك صفار البيضه اللي غنضيف عليها الماء الزهر باش ما تحجر لياش في الدقيق. كنخلطها وكنضيفها وكنبقى كنجمع بشويه بشويه بالماء الزهر. من الافضل يكون النوع اللي مزيان. كنخلط الكل جيدا وانا كنضيف الماء الزهر. ما يكونش العجينه قاصحه، ما تكونش لينه مرخوفه، حتى ندلكها مزيان حتى كنحصل على هذا الملمس. نديرها في واحد البلاستيكه ونخليها جانبا. ندوز دابا العقده اللي عندي فيها 500 غرام اللوز، من الافضل يكون البلدي، 50 غرام ديال الزبده لينه، وعندي 50 غرام كذلك المربى ورشيشه ديال القرفه، و200 غرام ديال السكر سنيده ولافاني والماء الزهر اللي غنضيفو. دابا غنطحن الطحنه الاولانيه غير في الهشوار اللوز ديالي. من بعد ما نشفتو لمده ليله كامله كان يكون ولي ناشف عندي، عاد كنطحنو. دابا ملي طحنتو الطحنه الاولانيه غنضيف له السكر ولافاني ديالي ونخلطهم مزيان. عاد نطحنهم الطحنه الثانيه اللي غنديرها في الميكسور اللي غيكون طبعا غيلينها لي وغيعلكها لي. دابا طحنتو الطحنه الثانيه اللي مع السكر حتى كنحصل على عقده هانتوما كتشوفوا. ها هو من بعد ما طحنته جيدا وحصلت على عقده، من بعد كنضيف له 50 غرام ديال المربى و50 غرام ديال الزبده، وكل طبعا لين عندي الزبده ولافاني، وغنخلط الكل جيدا وشويه القريفه ضروري منها. نختاروا من النوع الجيد من الافضل. من بعد كان ساهل دابا كيتعلك. كنضيف طبعا شويه ديال المليحه ضروريه والماء الزهر. كنجمعوا بشويه الماء الزهر غير شيشات ماشي بزاف، لان الا كان عندي هذا دغيا كيطلق. من بعد كنحاولوا ندلكو مزيان حتى كيتنيل ليا مزيان 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 ويقول لك معلك. هانتوما كتشوفوا ولا معلك بسهوله. الا كان الرومي كيطلب بزاف ديال الزبده لان ما كيكونش ميدم، البلدي ما كيطلبش بزاف ديال الزبده. نحاول ندلكو مزيان مزيان حتى كيرطب ليا داك اللوز ويندمجوا لي جميع العناصر. من الافضل نديرو في واحد البلاستيكه ولا سلوفان ونخليه يرتاح. هذا هو من بعد ما دلكتو مزيان. شوف كيطلق ورجع رطب. دابا كنحاول نشكل منه لي بوطه اللي فيهم 20 غرام وكنغطيهم بالسلوفان كذلك باش ما يبسليش اللوز. حاول نغطيه. دابا غندوز دابا من بعد ما ارتاحت لي العجينه وارتاحت لي داك اللوز، كناخذ العجينه اللي انا درتها على شكل كويرات، قسمتها ودرتها في السلوفان. كنحاول نطلقها بالدلاك بالزيت، غير بزيت المائده فقط، وكنحاول نشكلها على شكل. كنحاول في الاول كنزول الهواء اللي عندي في العجينه ما بين اللوز والعجينه، وكنحاول نصمت الجنيبات. وفي حاله شفت ان كاينين الهواء نحاول نتكو بالابره. هذا هو الشكل. حاول بالزيت ضروري الزيت غير زيت المائده. كنخليه يرتاح عاوتاني كذلك. عاود كنطلق وكنشكل. كنحاول نشكل الكعبه ديالي سهله دغيا كتشكل لي. في الاول كنبدا بالوسط باش كنطلع داك القبه ديالو، من بعد عاد كنشكل الباقي. هانتوما كتشوفوا ساهل دغيا كيتشكلوا. انا كنخدموا على هذا الشكل هذا. ممكن ديروا مجموعه طلق العجينه بشكل طولي ونشكل. هانتوما كتشوفوا انا صورت لكم من جميع الاتجاهات. كنحاول نصمت الجنيبات ديالي وكنضغط عليه مزيان حتى كتلتصق. في الاول نحاول ما نديرش الزيت باش تلصق ليا العجين،
الا كانت قاصها الزيت ما غتشد لياش العجينه، غتحل ليا الكعبه في الفران. وعاد كنضغط في الجناب ملي كنزول الهواء كامل، كنحاول ندير غير بالجنيبات ديالي ديال اليد، اليد الصغير بجوج، وعاد كندوز الجراره. طبعا هانتوما كتشوفوا الشكل ديالو. دابا كنحاول نديرو في صينيه ونخليه ليله كامله ينشف ليا حتى كينشف تماما. عاد كندوز المراحل الاخرى. هانتوما كتشوفوا بعد ما نشفت ليا العجينه مزيان، انا غنحاول نصورها لكم في الضوء. نتوما كتشوفوا من بعد ما نشفت ليا العجينه كتولي قاصحه باش ما كتطلبليش الطياب وما كتطرطق لياش في الفران. دابا كنحاول ندهنها بشويه ديال الزبده، طبعا تكون حيوانيه من الافضل. كندهنها وكنتقبها واحد تقيبات، ضروري نتقبوهم. كنتقبوهم من الجهه السفلى، 3 تقيبات من الجهه السفلى ومن الجنيبات 3 عاوتاني، باش كتنفس ليا الكعبه وما كتطرطق لياش في الفران. الفران كيكون عندي على 150 درجه 140 درجه ما نفوتهاش. والا كان ديال الغاز كنسخنو وكنحاول نخلي واحد الباب محلوله باش ما يطرطقليش، محلوله شي شويه، وندخلو الفران غير حتى كيتشمع ليا. وغندوز عاد المراحل الاخرى. هانتوما كتشوفوا ضروري غندهنوا بالزبده من الافضل حيوانيه قلت لكم، وغندخلوا الفران على 150 درجه الا كان ديال الضو، 140 150. الا كان ديال الغاز كنقصلوا لادنى درجه ونخلي واحد الدفه شي شويه محلوله. دابا دزت ملي خرجته من الفران كنجيب واحد بياض بيضه وجوج معالق ديال السكر كلاصي وشويه د لافاني باش كتزول ليه الزفوره، وكندهن ليا هاد الكعبه كامله باش تجي فيها داك لابغيونس، كيجي زوينه وكتعطيها حتى واحد القرمشه. من بعد كنردها الفران نفس الحراره، كتبقى نفس الحراره 150 140 على حسب الفران ديالكم، وحتى كتاخذ غير داك اللون الذهبي شويه من التحت. من الافضل، وكاين اللي كيبغي يحمرها، ولكن باش ما يقصح ليناش الكعبه ديالنا ما كتقصحش في الفران، غير كتشمع وكتاخذ داك اللون الذهبي مفتوح. صافي كنخرجها من الفران. راه شوفوا راه ما كتطرطق ما كتحل ما حتى شي حاجه. هانتوما شفتي الشكل ديالها وكتجي كرمله وكتجي رائعه. داك اللون الذهبي فقط من الجهه السفلى كتجي رائعه. شوفوا كتجي لذيذه الكعبه البلديه اللي كنعرفوها. كنتمنى تجربوها هاد الوصفه وتتبعوها بجميع المراحل ديالها، لان من جد كيجيو لذاذين، وكتبقى الكعبه هي الكعبه وكيبغيوها الكبير والصغير. لهنا الوصفه ديالي تسالات. كنتمنى تجربوها ودمتم في رعايه الله ودمتم لي اوفياء، والى اللقاء ان شاء الله عما قريب في وصفه جديده غتنزلكم عما قريب ان شاء الله.